يصبح الفريق يعيش احباط ويأس. هذا هو ميسي، هذا هو ميسي. كلمهم يا ليو عنه، قول انا الذي نظر العاشق لقدمي واطربت مراوغات من به عقده ووصلت اهدافي لمن يعشق الطرب. انا ميسي كبيرهم على صغري، انا الليو عارض المتعة في عالم القدم. الله. قلت من اين لك هذا؟ قال رباني. قلت من اين اتيت بهذا؟ قال انا ارجنتيني. قلت ما هذا العدد من الاهداف؟ قال هو جينات. قلت لمتى ستستمر يا ميسي؟ قال اجابتي ستكون بعد 30. سكت ثم اجهشت بالبكاء. منك لله يا ميسي. أين أنت ذاهب؟ أين أنت ماشي؟ بلغة الغناء أنت موال، وبلغة الشعر أنت القافية، وبلغة القضاة أنت مجرم، وبلغة المعلم أنت أستاذ، وبلغة السياسة أنت لغم قابل للانفجار، وبلغة الكورة أنت الملك يا ليو. لا نقدر على التعليق بعده، لا يمكننا الكلام بعده، لا يمكننا الحديث بعده. أين سأجد المفردات بعده؟ أين ستخرج الألفاظ بعده؟ كيف ستكون الكلمات بعده؟ أي قاموس بعده؟ أي نواميس بعده؟ أي كورة بعدك يا ولد التانجو؟ فلا أقولها ونريح ضميري. أنا في رأيي بكل اللي عمله مع برشلونة، وبكل الأرقام اللي يكتبها ويدونها، وبكل الركور اللي يمتلكها، أعتقد في لحظة صدق وفي لحظة حقيقة أنه أكبر لاعب في التاريخ. دعهم يفسرون، دعهم يحللون، دعهم يعلقون، دعهم يتكلمون، دعهم يقتسمون معك الكلام. لا تكن أناني أيها المعلق، دعهم يشتركون معك في التعبير عن الإبداع. أرجوكم لا نكن متعصبين. مدريديين ليست صحيحة، ليست مفتقات. خبلتني والله يا ميسي، جننتني والله يا ليو، هبلتني يا ابن الأرجنتين. ماذا عساي نقول؟ لا نقول شيء لأني لم أجد تلك الكلمة. عودة ميسي، روح ميسي، فنيلة ميسي، الري ميسي، الأمير ميسي، إمبراطورهم ميسي، ملكهم ميسي. لو استقلت كاتالونيا رغم أنه أرجنتيني من روساريو